جايب لكم اشيك واحسن وارق مطبخ هنشرح فيه البلت ان مسطح والفرن بالتفصيل من اول التجهيزات لحد ما نشغل الاجهزه. مش كده وبس، معانا اسئله كتيره مهمه وعندنا حلها، لانك لازم تستفيد من الفيديو سواء ركبته او عايز تركبه. كلنا عارفين البلت ان او اللي لسه ما يعرفوش البلت ان، ده موضوع حلقتنا النهارده. هنجاوب فيه على اسئله كتيره مهمه جات لنا في التعليقات عن البلت ان. ايه هي الاسئله الكتيره اللي بتقول عليها اللي ممكن تفيدني وانا بشتري البلت ان او عايز اركب البلت ان؟ هل البلت ان عملي وامان ولا البوتاجاز على بعضه افضل؟ هل البلت ان اسهل في التنظيف ولا البوتاجاز العادي اسهل في التنظيف؟ طب ينفع نركب الفرن تحت البوتاجاز ولا ليه شروط لتركيب الفرن؟ طب ينفع نركب الفرن جنب التلاجة ولا مفيش مشكلة لو ركبت الفرن جنب التلاجة؟ طب لو مطبخي ضيق، لو المطبخ بتاعي ضيق، ينفع نركب البلت ان فيه ولا البوتاجاز العادي التاني احسن؟ طب لو انا هركب البلت ان لازم يكون غاز طبيعي ولا ينفع اوصله على الانبوبة؟ طب لو انا هركب البلت ان، مين اللي يركب الاول؟ الغاز الطبيعي اللي بيركب الاول ولا المطبخ ولا اشتري الاجهزة الاول؟ وايه هي افضل انواع لو انا هشتري البلت ان؟ وايه المطلوب منك لازم تعرفه قبل ما تشتري الاجهزة؟ وايه المطلوب من فن المطبخ؟ وايه هي اتجاهات مداخل الغاز؟ وايه انسب مكان لو انا هركب البلت ان؟ وايه هي مصادر التهوية المطلوبة لو انا هركب البلت ان؟ كده احنا قلنا اكتر اسئلة جات لنا في التعليقات، بس خليني قبل ما اجاوب لك على الاسئلة خلينا نعرف ايه هو البلت ان. البلت ان هو بوتاجاز عادي بس مقسوم قطعتين، مسطح وفرن. بالنسبة للمسطح موجود منه مقاسات 60 سنتي ومقاس 90 سنتي. 90 سنتي موجود فيه منه 5 عيون وفي موديلات بتبقى 6 عيون. اما بالنسبة ل60 سنتي فهو موجود 4 عيون، في منه ستانلس وفي منه زجاج حراري بالنسبة ل60 وبالنسبة ل90. في بينزل منه حوامل زهر وفي منه بينزل حوامل حديد. المقاسين دولت بيركبوا في رخامة المطبخ. بالنسبة للفرن موجود منه مقاس 60 سنتي ومقاس 90 سنتي. في منه بيجي غاز وفي منه بيجي غاز كهرباء على حسب النوع والموديل. بيتكون الفرن من مفتاح برامج ومفتاح ديجيتال او تايمر ومفتاح تشغيل الفرن او الشواية، وده بيركب في قلب تقفيلة المطبخ. طيب في نقط بقى لازم تاخد بالك منها في الكلام اللي جاي ده، لان الكلام ده هيفيدك مش لصاحب الشقة او العميل بس، لا للفن بتاع المطبخ او المهندس الديكور. طيب احنا هنا مش ملزمين بمكان علشان نركب البلت ان، ايا كان مساحة مطبخك بقى. لو مطبخك صغير يبقى وفر لك مساحة كبيرة ممكن تركب الفرن 60 سنتي بلاش 90. وعايز اقول لك كمان اهم ميزة في البلت ان انك تقدر تستغل المساحات الصغيرة في المطبخ بحيث يكون المطبخ مريح وتقدر تخزني اكتر حاجة عايزاه. وعايز اقول لك كمان اللي ده افضل واحسن من البوتاجاز العادي. البوتاجاز العادي هياخد مساحة كبيرة قوي، مش هتقدري تستغلي مطبخك قوي. واهم حاجة تخلي بالك منها الدخلة بتاعت المطبخ ما تزنهاش قوي. طب لو مطبخ واسع يبقى حليتي مطبخك، تقدري تحطي البوتاجاز سطحي في وسط الرخامة وتكملي مطبخك، والفرن يتحط وسط قطعة المطبخ بحيث تستخدمي وانت واقفة، بحيث ان انا اقدر استخدم الفرن وانا واقف. طيب لازم نفهم الراجل المهندس بتاع المطبخ ان انا هركب البلت ان، وكمان اعرفه الحجم بتاعه ايا كان بقى هتجيبيه 60 او 90. بالنسبة لوحدات المطبخ تقدري تلعبي فيها في الاماكن وحدات واماكن الاجهزة كمان مع المهندس بتاع الالمونتات، بيوريكي شكله. تقدري دلوقتي تشوفيه رسمة المطبخ، رسمة عادية او رسمة على الكمبيوتر 3D، فحضرتك بتشوفي مطبخك كله قبل ما يتعمل او يركب. كده احنا خلصنا؟ لا لسه، جاي دورك اللي الفيديو ده معمول علشانك وعلشان تدلعي مطبخك. الكلام اللي هقوله ده مهم جدا. اول حاجة العروسة او ست البيت
اللي عايزه تركب الفرن البلت ان، هتشتري الاجهزه 60 او 90 اي نوع بقى، وتشوفي مداخل غزم للفرن والبوتاجاز المسطح من على اليمين ولا على الشمال، لان اكتر البلت انات كلها بتيجي اتجاه واحد بس. لان هيهمنا دلوقتي قدام هقولك هنعمل ايه علشان تعرفيه لبتاع المطبخ، وكمان اماكن الاجهزه تعرفيها من بتاع المطبخ، يعني تاخدي منه الاماكن اللي هتركب فيه او الرسمه هتكون معاكي علشان تعرفيها لفني الغاز. يعني هتاخدي الرسمه وبعد كده تروح لفن الغاز تعرفيه المكان اللي هيركب فيه الفرن فين والبوتاجاز فين، وتكون عامله حسابك اماكن الكهرباء عشان ما نجيش نقفل على اماكن الكهرباء، واماكن السباك كمان تكون مظبوطه، الغساله والحاجات في التقفيله كلها. تاني حاجه الكلام ده لفن الالمونتاج، علشان حضرتك ما تبوظش المطبخ لازم تكون فاهم اماكن التهويه للفرن واماكن تركيب الاجهزه اللي هقولك عليه وهعرفه لك اماكنه دلوقتي. في كمان حاجه هقولك عليها انا قلتها من شويه وهقولها لك تاني، ده بالنسبه للالمونتاج لازم تخلي بالك من اماكن الكهرباء علشان ما تبقاش صارف على المطبخ واجي ابوظ منظره بالسلوك. يعني ممكن نعمل فيش الفرن والميكروويف خلفه او جنبه، ويبقى جميل قوي لو عملت زرار بره تطفي وتشغله بره والفيش عادي ورا البوتاجاز او الفرن مش مشكله. كمان البوتاجاز السطحي تعمل فيشه الكهرباء بتاعته تكون تحت، يا ريت تكون تحت بلاش فوق عشان ما نخرجش في الرخامه ونعديها من وسط الرخام. ده افضل بقى، افضل من اللي فوق عشان ما يبقاش الحراره تبقى احنا السخونيه فوق والفيش تبقى تحت. وبعد كده هنحدد المخرج بتاع الغاز، لان معظم الافران زي ما قلنا بتنزل مخرج واحد بس يمين او شمال، وبيختلف طبعا مخرجه على حسب نوع الجهاز والموديل بتاعه وكل شركه. ممكن انت بقى يا باشمهندس يا بتاع المطبخ تشوف اتجاه، او لو هي عارفه تقولك على اتجاهات الاجهزه علشان نقدر نحدد للفني بتاع الغاز لما يجي نكون محدد له اماكن الاجهزه واماكن النزلات او الفتحات علشان نقدر نظبط حواليه. نيجي لاهم ميزه، انك تقدر تحط الفرن في المستوى اللي انت عايزه، لكن المستوى اللي انا بحبه عن نفسي الشخصي اللي انا بفضله اللي اتحط في وسط الرخامه وحضرتك تستخدمه وانت واقف. يعني ده انسب مكان تقدر تستخدم الفرن وانت واقف. وعلشان كمان اول ما اطلع الحاجه السخنه من الفرن اقدر احطها على الرخام، وكمان ممكن اتابع اي حاجه داخل الفرن وهو شغال في مستوى نظري وانا واقف برضه اقدر اشوفه من غير ما اوطي. وفي ناس كمان بتشتكي كتيره من مشاكل في الم الظهر. نيجي بقى نرد على الاسئله اللي احنا قلناها في التعليقات. اول سؤال كان معانا، هل البلت ان عملي وامان ولا البوتاجاز على بعض افضل؟ البوتاجاز البلت ان بل عملي وامان وامان. اولا البوتاجاز البلت ان اي اكتر البوتاجازات او كل البوتاجازات البلت ان بتنزل فيها خاصيه الامان، خاصيه الاشعال الذاتي منه فيه. اقدر استخدمه وانا واقف، اقدر استخدم الفرن وانا واقف، في تبريد للفرن وتبريد لمفاتيح، فهو امان وامان مفيش مشكله. اهم حاجه لو احسن حاجه كمان المكان اللي قلت لك عليه نبعدهم عن بعض. طيب هل البلت ان اسهل في التنظيف ولا البوتاجاز العادي اسهل في التنظيف؟ لا البلت ان سهل في التنظيف جدا، لان اكتر اللي بيبوظ البلت ان او المسطح كمان سخونيه الفرن والزيوت والحاجات دي كلها بتطلع المفاتيح بتبوظها. لا احنا فصلنا لك ده عن ده، يبقى تقدر تستخدم الفرن يدوبك هتشيل الحوامل تفك الحوامل وبسفنجه تقدر تنظف بوتاجازك في دقيقه وانت واقف كده كمان، مش هيتملى بقى دهون من الفرن والزيوت بتطلع عليه وهتطلع البوتاجاز. وكذلك الفرن وانت واقف هتقدر تمسحه كدهوت وتنضفه. فده البلت ان اسهل في التنظيف. طيب نجينا بقى السؤال اللي احنا الناس كتيره مش عارفاه او مطبخ مش عارفه او هنتكلم فيه، ينفع نركب الفرن تحت البوتاجاز ولا ليه شروط؟ بص هو ينفع وما ينفعش. يعني هو ما ينفعش ليه؟ لان انت لو ركبت تحت بعضه اذا كده ما خليتش بلت ان، يبقى تجيب بوتاجاز على بعضه عادي وخلاص. ليه بقى نحطه تحت بعضه؟ طيب الاحسن نحط البوتاجاز المسطح لوحده والفرن لوحده، يبقى قسمنا القطعتين ووفرت مساحه
وفرت مكان. هتستغل المسطح تحت منه دراج تقدر تستخدمها، تستخدم الفرن تحط فوق منه ميكروويف، تحط تحت منه حاجه، يبقى استخدمت واستغليت مطبخك. طيب انا لو اتزنقت بقى وخلاص وانا عايز اجيبه بقى البيلت ان بس احط تحت بعضه، ينفع. بس يعني الشروط الشركات بتطلبها، لازم اعزل الفرن عن البوتاجاز برخاء، يعني اقفل حوالين الفرن برخاء، لان ده هينطلب منك او هتيجي الشركه تطلب منك انك تقفل الفرن لو هو جنب البوتاجاز على طول او فوق منه هتقفله رخاء. نيجي للسؤال اللي بعده، هل ينفع نركب الفرن جنب التلاجة ولا مفيش مشكله لو ركبت الفرن جنب التلاجة؟ ينفع، بس انت هتضر تلاجتك. يعني بالنسبه للغاز مش فارقه معانا، بس انت حضرتك هتضر تلاجتك. فالاحسن والافضل اللي انت تفصل ما بين الفرن او ما بين البوتاجاز برخام، او تعمل علبه 30 سم او 40 سم، تعمل علبه تستخدمها زي ما بنشوف كده في الفيديو دلوقتي. علبه ممكن نقدر نعزل ما بين الفرن ده من الفرن والتلاجة، او تعمل ضلفه او رف رخام بسوى التلاجة كله عشان السخونيه عليك عشان التلاجة. السؤال التاني، لو انا هركب البلت ان لازم أن يكون غاز طبيعي ولا ينفع اركبه على انبوبه؟ طبعا ينفع تركبه على انبوبه. لو انت ما عندكش غاز طبيعي تركبه على انبوبه عادي، توصل انبوبه بالمنظم، توصل عادي الخراطيم، بس لازم أن يكون منظم. سواء ركبته على غاز طبيعي بيركب، سواء ركبته على انبوبه بيركب. السؤال بقى اللي محير الناس، المهندسين والمهندس بتاع المطبخ او صاحبة الشقة او صاحب الشقة اللي محيرة الدنيا، ايه هو لو انا هركب البلت ان مين اللي يركب الاول؟ الغاز الطبيعي اللي بيركب الاول ولا المطبخ ولا الاجهزة؟ طبعا احنا جاوبنا على السؤال ده يعني جبناه من قدام شوية. احنا اتكلمنا اللي احنا حضرتك بنشتري الاجهزة ايا كان 60 او 90 ونملي المسات بتاع المطبخ، او انا مثلا هعرف بتاع المطبخ اللي انا هركب 60 او 90، بيجي يصمم لك المطبخ ويعرف اللي هيركب هنا ايه واللي هيركب هنا. يعني انا هركب البوتاجاز هنا واركب الفرن هنا، او اعلم خط الراجل بتاع الغاز اللي بعد منه اللي هيجي يركب الاجهزه، بنزله بعلم له خط هنزل هنا ونزل لي هنا، وبناء عليه هو يقدر مطبخه يظبط النزلات بتاعته. يعني يسيب لها مجال عشان ما نخرمش في المطبخ، يعني نسيب لها تكسيحه او مكان عشان نقدر بتاع الغاز لما يجي يركب يقدر يركب عادي ما نخرمش في المطبخ. طيب في كمان حاجه، لو انا عايز اقفل المطبخ لحد السقف فوق، او انا هركب لحد السقف، اعرف الفني بتاع الغاز اقول له المواسير فوق خالص، اعلى حاجه اعلى نقطه خالص عشان اقدر اقفل مطبخي لحد فوق خالص. طيب بتاع المطبخ لو عايز يقفل المطبخ في الحيطه ومش عايز يعمل لها او تجويفه، نقدر نخلي النزلات اللي هي نازله للفرن او نازله اللي هتخرم في الرخامه نخليها اخر حاجه. يعني نقدر نخلي النزلات ديت اخر حاجه. ممكن الراجل بتاع الغاز تتصل او تجيبه تاني يفتح لك، الراجل المهندس بتاع الغاز، المهندس بتاع الالومنتال يفتح لك الفتحات، وكمان بتاع الرخام يفتح لك فتحه الرخام على قد الخرطوم. يعني ممكن نخلي دوت اخر حاجه، او نعمل حسابهم كفن كبتاع المطبخ يعمل حسابهم في تجويفه او مكان عشان ننزل النزلات بتاعتها. بس طبعا ده كله هنكون شفنا اماكن الفتحات الاتجاهات من على اليمين او من على الشمال اللي هتفرق معانا، عشان ما نجيش نخرم في مطبخ من على الشمال وتطلع الفتحه من على اليمين، فنخلي بالنا من النقطه دي. طيب نيجي النقطه اللي بعدها، ايه المطلوب منك لازم تعرفه قبل ما تشتري الاجهزه؟ المطلوب مني اعرفه اللي هي اماكن الكهرباء والنزلات الاتجاهات بتاعه الغاز لازم تعرفها، وتفتيحة الرخام. ده كله الحاجات دي كلها لازم نخلي بالنا منها، نعمل حسابها. هركب الاتنين جنب بعض لازم نقفل، او تحت بعض لازم نقفل رخام بعيد عن بعض، يبقى كده جميل وحلو قوي 100 100. لازم الجهاز ده يكون بعيد عن الجهاز ده حوالي اقل حاجه مثلا يكون 60 سنتي مسافه امان، عشان ده غاز وده غاز. حطيناهم تحت بعض يبقى لازم نقفل رخام زي ما اتفقنا عليه. طيب ايه افضل انواع لو انا هركب بيلت ان؟ البيلت ان طبعا في انواع وموديلات منه كتيره، الايطالي والمصري، وفي انواع كتير، بس غالبيا كلهم زي بعض، يعني اكترهم نفس نظام بعض. بس اللي بيختلف بقى الماركات الغاليه، او الغاليه بقى جليم جاز وقلبه واندست وغيره. في انواع حسب انت مقدرتك تقدر تجيب اللي انت عايزه.
مش هتفرق معاك في حاجة، هو كلهم سيستم واحد ونظام واحد، كله بيختلف حاجات بسيطة خالص في نظام البرمجة أو نظام التشغيل، بسيطة جدا. هنشرح إن شاء الله أجهزة كتير هنجيبها ونعرفكم، بس كله نظام واحد إن شاء الله. يعني هعرفكم ده نظامه، بس كل واحد يختلف من إيه، من غاز كهرباء أو غاز حسب اللي أنت عايزه. عايز غاز طبعا بيكون أفضل ويكون أحسن ويكون وفرت غاز. عايز غاز كهرباء، في ناس بتحبه عشان التسويات بالظبط والميعاد بالظبط، فبيجيبوا غاز كهرباء. ايه المطلوب من فن المطبخ وايه هي اتجاهات مداخل الغاز؟ احنا اتكلمنا عليها. قلنا مطلوب من فن المطبخ اللي هو يبص قبل ما يصمم مطبخه، يبص على الاجهزه اللي العميل بيجيبها، يشوف اتجاهات الغاز منين، يقف قدامه كده الفرن او قدام البوتاجاز ويبص عليه اتجاهه من على اليمين او من على الشمال، عشان تقدر تظبط لبتاع الغاز اللي جاي او مهندس الغاز اللي جاي، هتظبط له الاتجاه بتاعه وتعمل له حسابه في خلع، علشان يبقى شغلنا كويس وما نهدرش مطبخ وما نقدرش نبوظ في مطبخ ونبوظ رخامة المطبخ. يبقى احنا عرفنا اتجاهاتنا ازاي ونخرم على كده وتمام، يبقى مية مية ان شاء الله. ايه انسب مكان لو انا هركب البلت ان؟ انا قلت هو انسب مكان انا بحبه والمستحب اللي انا ابقى واقف استخدم الفرن وانا واقف. يبقى انا واقف كده اقدر استخدم الفرن واقف، يبقى انا شايف كل حاجه جوه، هقدر اطلع اي صينيه من جوه من الفرن وهطلع اي حاجه، هقدر اشيلها احطها على الرخامه جنب مني على طول. يبقى انسب مكان للفرن يبقى الفرن في وسط جنب منه رخام، اقدر اشوف حاجه من جوه، اقدر ايد اللمبه اشوف الفرن اشوف حاجتي، اقدر اطلعها اشيلها احطها على الرخامه. يبقى انا ما حملتش على ظهري، ما وطيتش برضه وحملت على ظهري، وكمان منظره شيك وقدرت اوفر مساحه كبيره في المطبخ. ايه هي مصادر التهويه المطلوبه؟ مصادر التهويه المطلوبه اللي احنا ما ينفعش نكتم الفرن، اللي احنا نسيب تحت منه نعمل الفرن ونعمل علبه صغيره تحت منه 30 سم، يعني المفروض 30 سم بالظبط حلو، ونعمل لها هوايتين اللي هم زي ما انت شايفهم في الفيديو دلوقتي. الهوايتين دولت التهويه، مصدر تهويه للفرن. اي فرن اي نار بتعوز اكسجين، اي نار بتعوز اكسجين. طب بالنسبه للبوتاجاز المسطح، البوتاجاز المسطح ما بيعوزش تهويه تحت منه، تمام، لان هو كده كده مصدر التهويه او النار كلها فوق. انما بالنسبه للفرن عشان ما يطفيش منك ويبقى في امان، لازم تعمل له تهويه تحت منه. ما تعملش تحت منه ألمونتال، الألمونتال هيتحرق منك، الألمونتال هيتحرق. احنا معانا صور مش عاوز اعرضها، ألمونتال محروق. يبقى احنا لازم نسيب تهوية. وبحد تاني اي تهوية 2 3 تهوية، علبة تحت منه 30 سم فيها علب تهوية دلوقتي مع بتوع الألمونتال، هيقدر يركبك تهوية برضو، يبقى في مصدر تهوية داخل كده عشان النار الفرن ما تطفيش منك. اما لو النار بتهبط دي مشكله تانية، ان شاء الله هنجيب لكم برضو حلها في فيديو تاني لو النار بتفصل منك. وبكده احنا خلصنا كده، جاوبنا على الاسئله كلها اللي جت لنا في التعليقات عن الفرن بيلت ان وتركيبه. استفدنا ايه دلوقتي؟ استفدنا ان انا اقدر دلوقتي اركب البوتاجاز والفرن. البوتاجاز والفرن، البوتاجاز ممكن اجيب انا بوتاجاز 90 واجيب فرن 60، مش شرط اجيب 90. هل ممكن اجيب بوتاجاز 60 سم واجيب الفرن 90؟ عايز اجيب ده 90 وده 90 ماشي، عايز اجيب ده 60 و60 ماشي. يعني انا متحكم في المساحه بتاعتي، اقدر اوفر مساحه بتاعتي، اقدر استخدمه وانا واقف، مفيش مشاكل. ده اللي احنا استفدناه من المعلومات اللي قلت لكم على البلت ان. لو في اي حاجه تانية ما قلتهاش ممكن حضرتك تقدر تقولها لي في التعليقات، وانا ان شاء الله بقدر ممكن احاول ان شاء الله اجيب لك فيديوهات نشرح فيها ده كله. اللي ان شاء الله اللي احنا ناويين نعمله الايام اللي جايه هنشرح فيها عن الاجهزه كلها البلت ان الموجوده معانا، هنشرح فيها ازاي بتشتغل، نظامها ايه، بتشتغل ازاي، الانواع اللي هنتكلم عن انواع كتيره. ان شاء الله استنونا في حلقه جديده. معاكم احمد كامل من قناه بتوع الغاز الطبيعي.